الذهاب في رحلة تدريبية وطفل جديد يبصر النور. أما زوجي فيجيتا فقد ذهب مع السيد ويز ليتدرب عنده كي يصبح مقاتلاً مذهلاً، وها قد مرت نصف سنة على ذهابه ولم يعد حتى الآن. ماذا قلت؟ بولما! هل تقولين أن فيجيتا غادر الأرض قبل 6 أشهر مع السيد ويز؟ أنا آسفة لأني لم أخبرك بالأمر. هذا أمر غريب جدا. لم أكن أعلم أن السيد ويز هو معلم الزعيم بيروس. ما الذي تنوي فعله؟ أترغب في التدرب العنيف الذي جعلك تحطم منزل غوهان وزوجه؟ إياك وغضبي. أين السيد ويز؟ لم يأتي بعد. هل أتى؟ كفى. لم تتصل. هيا اتصلي. لقد عدت. هذه هي الأشياء التي طلبتها. شكرا جزيلا لك عزيزي. سيدة بولما؟ فهمت، نعم، لا بأس. أخيرا. هذا الزي. مرحبا. أهلا وسهلا بك سيد غوكو. لم ألتقي بك منذ زمن. كما توقعت تماما. لا تمانع أن أذهب معك؟ لا. إذن هيا بنا ننطلق إلى التدريب. هيا. انتظر قليلا من فضلك غوكو. أولا أريد أن أحظى بوجبة من السيدة بولما. أوه، إذا أنتم تضعون هذا اللحم المقطع شرائح رقيقة في الماء الساخن وتتركونه قليلا ثم تأكلونه. هذا أمر رائع جدا. هل شبعت؟ بعد إذنك. لقد بدأ لونها يتغير والآن سوف أظنك شبعت. سيد غوكو، إن بقيت تستعجلني هكذا فإنني لن أتمكن من تناول الطعام أبدا. والآن خمن من شبع. سيد غوكو، لا يجوز أن تستعجل الأمور هذه العجلة. تشيتشي، أكمل طعامك يا رجل. أين اختبأت؟ تشيتشي، أرجو منك ألا تعارضي هذا الأمر. بعض الوقت سأتدرب بعض الوقت فقط. قلت لي بعض الوقت ها؟ أنت دائما تقول هذا الكلام ولم أعد أصدقك البتة. لما لا تدعينه يفعل ما يريده؟ فأبي يريد أن يتدرب ويصير قويا. ابقى صامتا يا غوتين. شكرا جزيلا على الطعام. علي الذهاب سيدة بولما. هل ستذهب حقا؟ آسف تشيتشي، أريد الذهاب مع السيد ويز. عندما أعود سأجلي لك الصحون مدة شهر كامل. ما هذا؟ إنه غوكو. إلى أين؟ عد يا غوكو. أنت متهور حقا. ولكن قل لي الآن يا غوكو، ما الذي ستفعله تشيتشي بك؟ لا شيء، فركة أذن صغيرة وينتهي الأمر كله.